السلام عليكم، مرحبا بكم على فيديو جديد. اليوم جينا لكم فيديو من نوع خاص. في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا على شنو هو الزهري. شي حوايج انا سمعتهم صراحه اول مره كنسمعهم في حياتي. باش نعرفوا كاملين شنو هو الزهري وشنو واحد النوع بالضبط اللي غادي ندويو عليه في هذا الفيديو هذا. تبعوا معنا حتى الاخر، ولكن قبل اشتركوا معنا في لاباج، لايك الفيديو، خلونا شي كومونتير زوين او بارطاج ديال هذا الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. ونبداو على بركة الله. الزوهري حرف ايم، الزوهري السليماني او السلطاني او الملكي. هذا الصنف من الزوهري من اقواهم واندرهم. هذا الصنف من الزوهريين من اقوى الزوهريين. ليس بالضروره ان تكون حرف ام في اليد اليسرى فقط، ممكن ان تكون في اليد اليمنى، ممكن ان تكون في اليدين مشتركين. هذا الصنف من الزوهريين تجنب اغضابه، لان الى غضبته غادي تلقى منه واحد العقاب اللي ماشي منه، ولكن كياتيك واحد العقاب اللي لا يحمد عقباه، لان اي شخص ظلم هذا الزوهري كيلقى واحد العقاب من الله عز وجل ومن الرفقه ديال هذا الزوهري اللي كتكون في الخفاء. هذا الصنف من الزوهري كتكون عنده التواصل مع الرفقه ديالو اللي هي قليله، ما كتكونش عنده التواصل مع الرفقه اللي هو كبير. علاش؟ لان عنده واحد الاسحار اللي هي قويه بزاف. هذا الصنف من سبحان الزوهريين الله كتلقى العظيم. عنده السهو والنسيان وعدم البركه في الرزق، وكتلقاه كيصرف بزاف. علاش؟ لان عنده واحد التبع في الرزق ديالو وفي الجمال وفي الذكاء ديالو. هذا الصنف من الزوهريين كتلقاه كيحس بالاشياء. هذا الصنف من الزوهريين كتلقاه كيحس بالاشياء قبل وقوعها. ما تحاولش تكذب عليه. هذا الصنف من الزوهريين ما تحاولش تكذب عليه، لانك الا صراحة كذبتي عليه سمعت غادي واش يحس فري. بك وغادي يشعر بك هذاك وغادي متأكد لنا يعيق في بك وغادي التعاليق. يفرشك الله امامه، لانه عنده واحد البصيره وواحد الكشف اللي هو قوي جدا. لكن اغلب هذا الزوهريين ما كتلقاش البصيره ديالهم مفعله، ما كتلقاش الزوهره ديالو مفعله. علاش؟ لان عنده واحد الاسحار اللي هي ابليسيه قويه جدا، عنده واحد العوارض اللي هي ساحره قويه جدا. لذلك هذا الصنف من الزوهريين كتلقى اغلبيه عنده غير اسحار الجن، ما عندوش اسحار الانس. لذلك ممكن بعض الاصناف منهم ما كيتاثرش بالرقيه. علاش؟ لان عنده اسحار في عالم الجن فقط، لان خص المعالج غادي يكون يستطيع باش يدخل بالجسم ديالو بالطاقه ديالو لعالم الجن ويبطل دوك الاسحار في عالم الجن. لذلك بعض هاد الزوهريين شي جني ممكن عجيب. يذهبوا الى رقاة ومعالجين وكيلقاوش علاج. علاش؟ لان خصهم معالج مع شخص اللي كيدخل عند عالم الجن وكيستطيع يبطل الاسحار ديالهم في عالم الجن. هذا الصنف من الزوهريين كيحلم راسو كياكل. هذا الصنف من الزوهريين الاحلام ديالو ما كيعقلش عليهم كاملين. هذا الصنف من الزوهريين الى حلم الحلم ديالو كيتحقق. هذا الصنف من الزوهريين الى حس بشي حاجه كتوقع باذن الله عز وجل. علاش؟ لان عنده واحد البصيره اللي هي ربانيه عاليه جدا، وعنده واحد الكشف اللي هو رباني عالي سبحان جدا. الله هذا العظيم. الصنف من الزوهري ممكن ان ياتيه كلام في الاذن ديالو او صوت في الاذن ديالو. علاش؟ لان عنده واحد السحر على الاذن ديالو، ما كيستطيعش التواصل مع الرفقه ديالو. هذا الصنف من الزوهري كيكون عنده الحريق في الراس ديالو بزاف. هذا الصنف من الزوهريين العينين ديالو ممكن ان يتحولوا او كينزع عليهم واحد الضبابه. علاش؟ هذه بعض العلامات او بعض الاعراض اللي كيوقعوا لهذا الزوهري بالضبط. هذا الزوهري في ايام البيض او ايام منتصف الشهر العربي كيتزير فيهم بزاف، لان عنده واحد الصله واحد الترابط مع القمر ومع النجوم. هذا الصنف من الزوهريين تجنب اغضابه كما قلنا، لانه مثل الاسد اذا طار. هذا الصنف من الزوهريين الا كانت نساء كتلقى عندها واحد البركه واحد القبول، اينما ذهبت واينما ارتحلت اينما دخلت مكان فيه تجاره كيعمر باذن الله عز وجل. ان كان رجل كذلك، النساء كيكون عندهم واحد البركه في اللمسه الشفائيه، كيكون عندهم واحد البركه في الكلام ديالهم، كيكون عندهم واحد القبول وواحد الجد في الاعين ديالهم. هذا الصنف من الزوهريين مميز وعليه تسليطات اللي هي قويه جدا. لذلك اقولها واكررها: تجنب اغضاب هذا الصنف من الزوهريين، ونسال الله لي ولكم التوفيق والسداد لما يحبه ويرضى. بكل صراحة هاد الشيء أول مرة كنسمعو. صراحة الله أنا ما عرفتش واش هاد الشيء فري ولا ما فريش. نتسنى زعما الناس اللي عندهم دراية بهاد الشيء هذا وزعما أكدوا لينا زعما واش هاد الشيء نيت اللي قال هاد السيد هذا واش فري نيت ولا غير تيخربق علينا هنايا. ما تنساوش اشتراك، لايك الفيديو، خلونا شي كومونتير زوين، قولنا ايضا الرأي ديالكم في التعليقات على هادشي اللي تقال في هذا الفيديو هذا، وبارطاج الفيديو. نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو.